شيخ هي مو شغلة، هي دقة، وما أريد أوصف هاي الدقة بوصف ما يليق بهذا المكان، بس نقول دقة. والله لا تقوم تتمنطق براسنا دقة ما دقة. قول شنو هي السالفة يعني الثانية شنو هي؟ اكو غير كتلة هاي اللي تشتغل ويا سماهر؟ اجا مرسال الشيخ كاسر عليكم، وكان شايل وياه مبلغ كبير خاله بسرج الفرس. جاي تسمع ابو عقاب؟ دول القريه مال حراميه ونصابه. أنا قاعد بديوان عمك الشيخ وما راح أرد عليك. ولك انتم الغجر هم صار عندكم لسان تتمنطقون؟ أنا أترخص عم الشيخ. كمل حكيك يا مهاوش، شنو الدقة الثانية؟ سلطان وأبو سالم أخذوا كيس الفلوس من سرج الفرس. راح اسويك عبرة لكل من يتطاول على ابناء الاصول. اقعد ابو سالم، اقعد، ما يصير تهين لك واحد قاعد بديوان ابو عقاب. اعذرني عمي، كله من ورا هذا ابن الهيمة خلاني اطلع من طوري. شنو دليلك على هذا الحكي يا مهاوش؟ متعب شاف سلطان ياخذ كيس الفلوس من سرج الفرس. متعب كذاب، وانتم قريه مال نصب وكذب، واحسن وحده بيكم سماهر. أنا قاعد بديوان عمك الشيخ وما راح أرد عليك. كمل يا مهاوش. أبو سالم لها متعب بالكلام، وسلطان أخذ كيس الفلوس من سرج الفرس. ولك انت ما تستحي تكذب قدام الشيخ؟ عمي مهاوش، إذا ما عندك دليل ما يصير تتهم. يجوز صاحبكم هذا أكل عليكم الفلوس وطلع بهاي السالفة. يجوز كل شيء يصير شيخ، بس أنا أعرف أبو عقاب رجال معدل، والحظ والبخت يمه وما يعدي، وكل العرب تشهد بهذا الشيء. مهاوش، فلوسكم وفلوس دية المسكينة ترد لكم، وأنا نيابة عن أبوي وأهل القرية أعتذر منكم. هذا شلون حكي؟ شيخ عقاب معناته انت جاي تقولهم احنا بايقين. ابن عقاب شنو هذا الحكي منك؟ أول مرة أسمعك ما تحسبها بالمضبوط. يا بس مو وقت هذا الحكي، الحارس هو اللي باقي الفلوس من سرج الفرس مال متعب، والحارس اعترف لي. أنا أبوك يا عقاب، يا وسفة الوسفة، يا فشلة الفشل. عم مهاوش احسبها علي. العيبة على اللي سوى العيبة، وانت يا عمي مقامك عالي وما قصرت لا انت ولا الشيخ عقاب.